شركه كيان بيبقى في حاجه اسمها مصنع الفلوس بتاعه. مصنع الفلوس ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيدخل له الفلوس عن طريق بيع المنتجات، دي اسمها تدفقات نقديه. كل انت ما شغلك ارتبط بمصنع الفلوس ده قيمتك عليت، انت طلعت على الرادار بتاع الشركات. لو انت ما بتشتغلش مع مصنع الفلوس قيمتك مهمه ووظيفتك مهمه تاني، ولكن بالنسبه للشركه دي انت مش في اول اولوياتها. تعال بقى ندخل جوه مصنع الفلوس. مصنع الفلوس كمان جوه قلب. القلب بتاع مصنع الفلوس هو البياع اللي بيبيع المنتج او الخدمه. في ناس طبعا تانية مهمه، يعني انت ممكن تقول ايه، انا عندي شركه بتبيع منتجات، فانا عندي خط انتاج وعندي بيع وعندي كواليتي وعندي كل حاجه وعندي كاستمر سيرفيس وعندي ديليفري وكل حاجه. لما تيجي تسال صاحب الشركه، واحنا كده داخلين، انا هو صاحب الشركه داخل الشركه وعندي الاتش ار بيقول لي عايزك في اجتماع، وبيقول البياع بيقول لي عايزك في اجتماع، صاحب الشركه يروح عند مين؟ بلا استثناء يروح يكلم البياع الاول. هو ده اهم عنده من الاتش ار. مشاكلك دي كلها تتحل، انما البياع لو عنده مشكله الشركه تتعثر. فانت بتشتغل في منظومه معقده مهمه جدا للشركات، فلازم يبقى عارف حاسس بقيمتك كبياع.